السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ النهاردة كده هنعمل لحمة. هسلق لحمة. تعالي اقولك نسلق اللحمة ازاي بطريقة حلوة، والشوربة بتاعتها تطلع جميلة معاكي، والكل يقولك انتي عاملة الشوربة دي ازاي. لا بيبقى فيها زفارة ولا بيبقى فيها اي حاجة وحشة، مجرد ان انتي بتجيبي اللحمة بتاعتك وبتجيبي حلة على النار زي ما انا جايبه اهو كده، وفي هنا معانا مية مغلية، لازم تبقى المية سخنة علشان اللحمة ما تغيبش معاكي في السوا. خلاص، انا بسخن الحله بتاعتي وحاطه فيها شويه من السمنه، نص معلقه سمنه، لان اللحمه بتاعتي سمينه شويه اهي زي ما انتوا شايفين كده اهو. اهي سامعين الطشه دي اللي انا عايزاها اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. لو كنتي اول مره بتشوفيني وبتتابعي قناتي، اهلا وسهلا بيكي، تشرفيني. يا ريت تدعميني بلايك وسبسكرايب، تشتركي معايا في القناه عشان يوصلك كل اللي بعمله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم اهو كده زي ما انتوا شايفه كده معايا. بصلايه كده او بصلتين هما هرميهم معاها. على الوش التاني كده زي ما انتوا شايفه كده اهو. قرب شويه كده الكاميرا عشان تشوفي بوضوح شويه معايا اهو كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ريت بس يكون الاضاءه كويسه يا جماعه، معلش الاضاءه على قدها شويه اهو. لازم تكون الميه معايا سخنه، انا عايزه ميه كتير عشان كده ما عملتهاش في الكتل، فمحتاجه ميه كتير اهو. في الحاله دي هرشلها شويه من الفلفل الاسود يا جماعه. فلفل اسود ما احطش في مكان واحد او اسيبها كده في الحله. ورقتين كده من اللورة اهو. انا ما بحطش ملح يا جماعه الا قبل ما اقطع عليها، تكون استوت كويس جدا في اخر غيره وانا بحط الملح. خلاص كده معايا كده حبتين 3 حبهان اهو. حبهان اهو. عايزه تحطي اكتر براحتك بس عشان ما تنشفيش طعم الشوربه اهو. 3 حبات بالظبط. هقلب. انا بحب الطريقه دي يعني ان انا اسلق او اسخن الميه اغليها وبعدين احط فيها اللحمه، ما بيبقاش طعمها حلو قد كده. كده انت ممكن في النتيجه النهائيه ممكن ما تعمليش جنبها طبيخ، ممكن تاكليها كده على وضعها وهي مسلوقه كده من جبل. خلاص الحاله دي هعمل ايه؟ بسم الله. خلاص كده الميه بتاعتي غليت، خلاص احط عليها معلقتين 3 كده من معجون الطماطم. انا ضرب الطماطم في الخلاط بيديها مذاق جميل جدا اهو. تسبيحه كمان وبعد كده هحط عليها الليمون المفروض. انتوا شايفين شكلها اساسا عامل ازاي؟ شايفين يا جماعه؟ والله الريحه مش عايزه اقول لكم. جرب الطريقه ديت كده مره. وبرده انا بعملها كده برده الفراخ برده او البط او اي حاجه اي لحوم بعملها بالطريقه دي لو هسلق. انا عشان هعمل محشي فانا محتاجه شوربه. في الحاله دي دلوقتي كده انا هسقط معاكم كده الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. نسقط كده مع بعض كده الميه. واحده واحده يا جماعه عشان ما يحصلش مشكله.
ربنا يعافينا كلنا يا رب. اهو بسم الله. عروسه جديده مثلا، انتوا اكيد بتعرفوا احسن مني، عروسه جديده مثلا لسه داخله المطبخ، او بنوته لسه بتقف في المطبخ لسه مع مامتها وحابه تساعدها، الطريقه دي حلوه جدا ليكوا وسهله ما فيهاش اي حاجه. خلاص كده هتسيبيها حوالي ساعه او لحد ما لحمتك تستوي. اهو شايفين يا جماعه؟ طبعا الحاجات اللي على الوش دي بتتشال، هشيلها معاكم. حابه تحطي شويه كركم ماشي، لكن انا علشان حاطه طماطم مش محتاجه ان انا احط كركم او اي حاجه تانية. وبصراحه انا ما بحبش البهارات كتير في الحاجه، بتغير لي الطعم، انا بحب الحاجه كده على اصلها. خلاص كده، هي كانت كده الطريقه يا جماعه في سلق اللحمه او في سلق الفراخ. جربوا الطريقه دي احسن ما تعملوا الميه تغلوها وبعدين تسقطوا فيها اللحمه او الفراخ بتاعتكم. لا الطريقه دي حلوه وكويسه جدا وبتدي نتيجه في الاخر جميله والله. ممكن ما ترضيش تحمري اللحمه ولا تعملي فيها اي حاجه تانية من جمالها ومن النتيجه في الاخر. ارجو تكون الطريقه عجبتكم او استفدتوا مني باي حاجه. ارجو منك الدعم والسبسكرايب ولايك حلو كده من ايديك، مش هيخسرك اي حاجه. وشكرا، السلام عليكم.